أحياناً جملة أو سؤال أو مقولة مجرد ما تسمعها راح تغير نظرتك للحياة، أو راح تفتح عيونك على أشياء معينة أنت كنت غافل عنها، لأنها خلنا نقول نقلت نظرتك من مكانك إلى مكان آخر وخلتك تشوف جهة ثانية ما كنت حاط بالك عليها. خلوني أشارككم سؤال أقدر أقول أنه غير نظرتي الشخصية للحياة. كان مقطع بسيط في تيك توك لشخص كان يقول أو يسأل: What if I told you that you are not a human experiencing life, but that you are alive experiencing a human؟ بمعنى ماذا لو قلت لك بأنك لست إنسانا يعيش تجربة الحياة، ولكنك حياة تعيش تجربة الإنسان؟ هذه المقولة والسؤال خلاني فعلا أتأمل إيش هي تجربة الحياة، إيش المعنى من وجودنا هنا، ثم تبادر لي السؤال الأهم: كيف أعيش الحياة؟ تخيل معي هذا الكون الشاسع والكبير بمجراته وكواكبه والكائنات اللي إحنا ما نعرف عن وجودها. تخيل لو واحدة من المجرات قالت أنا أبغى أكتشف نفسي من جوا، كيف شكلي؟ إيش موجود فيني؟ إيش الحياة اللي موجودة داخلي؟ تخيل لو هذه المجرة قررت أنها تروح لشيء أصغر، تشوف الكواكب، تشوف ما على الكواكب، واختارت الإنسان من بين كل الكائنات عشان تجرب كيف العيش داخلها. جلست أتأمل الأرض وإيش الأشياء اللي فيها. تخيل أنت كائن صغير جالس يشوف محيطات وبحار وأشجار وجبال وصحاري. تخيل أن هذا الكون يبغى يجرب الإنسان هذا إيش جالس يشوف بعيونه لما يشوف البحر، لما يشوف الشجر، إيش الألوان اللي يشوفها، إيش يحس لما تجي الموية بين يدينه وبين أصابعه، إيش يحس لما يمسك التراب، إيش إحساس وملمس العشب. طيب إيش شعوره لو مشى عليها؟ وإيش شعور أنك تحس بالهواء على شعرك وعلى وجهك؟ إيش هي الأصوات اللي يقدر يسمعها بإذنه؟ أصوات العصافير، أصوات الموج، أصوات الناس. إيش هو الشعور لما هذا الإنسان يسمع صوت شخص يحبه، لما يسمع شخص يغني له؟ طيب هذا الإنسان قادر أنه يستمتع بأشياء كثير منها الأكل. إيش طعم الأشياء؟ طعم اللحوم المختلفة والنباتات المختلفة والأعشاب. إيش هي ريحتها؟ كيف طعمها؟ ملوحتها وحموضتها وحتى حلاوتها. إيش الأشياء أساساً اللي حامضة وحالية في هذه الحياة؟ أنا كون كبير وشاسع وفيني أشياء مرة كثير، بس إلى الآن أنا ما أعرف طعم الأشياء، ما أعرف ريحتها، فأنا أبغى أختبر هذه الأشياء، أبغى أجربها. تخيل أن الكون عنده هذا الفضول الكبير، فضول فيك أنت، وقرر أنه يبحث ويجرب ويختبر هذه الحياة بك، يختبر كل المشاعر والتجارب فيك. هذا الإنسان اللي أنا موجود داخله، إيش يصير فيه إذا حزن، إذا فرح،